مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته إلى كوريا الجنوبية. تنظيم المهرجان 11 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية. العداء الإريتري عاود هبت يفوز بماراثون أسمرة. مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في الكونغو الديمقراطية في هجمات إرهابية. سول تستأنف بث مكبرات الصوت الدعائية ردا على نفايات كوريا الشمالية. ومودي يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الهند لولاية ثالثة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس أفورقي إلى البلاد في الساعة 11 من مساء يوم أمس السبت بعد زيارة لجمهورية كوريا الجنوبية من الأول من يونيو للمشاركة في الاجتماع الأول لقمة كوريا الجنوبية وأفريقيا. والتقى الرئيس أفورقي على هامش الاجتماع برئيس كوريا الجنوبية ورئيس سيراليون ووزير خارجية الجزائر ورئيس بنك التنمية الإفريقي، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إريتريا في اليابان السيد ستيفانوس أفورقي. وقد شارك في اجتماع القمة الأول لكوريا الجنوبية وأفريقيا الذي انعقد في 4 من يونيو 25 رئيس دولة وممثلا عن 48 دولة إفريقيا والاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي وغيرهم لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية تحت شعار مسيرة المستقبل المشتركة للتطور المشترك والصداقة الدائمة. نظم المهرجان السنوي 11 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 7 و8 من يونيو. تضمن المهرجان السنوي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي بالتعاون مع الكلية تحت شعار التعليم الطبي المتميز ضمان صحة المجتمع والوطن. تضمن برامج تعليمية ورياضية وثقافية وفنية ومعرض للأنشطة المهنية والأكاديمية في المجال الطبي. وقال عميد كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية الدكتور يمان سيوم في الحفل الختامي إن الكلية تقدم 6 برامج تعليمية أكاديمية لدرجة الدبلوم و8 لدرجة البكالوريوس و7 للدراسات العليا، مشيرا إلى القيام بأنشطة إضافية إدراكا لأهميتها في تدعيم التعليم الأكاديمي، وأن المهرجان يأتي في هذا الإطار. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالكلية الشاب أبرهالي أسفاو إن مشاركة الطلاب ومبادرتهم كانت أفضل من العام الماضي، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به. وأشاد بدور مجتمع الكلية ومساهمته في إنجاح المهرجان. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين، فيما توج قسم التمريض بكأس المهرجان 11 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية. فاز العداء عواد هابتي بماراثون أسمرة المنظم صباح اليوم في الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة بمشاهدة ومتابعة وتشجيع عشرات الآلاف من المواطنين. وقطع العداء عواد المنتمي لنادي الإقليم الجنوبي السباق في 2 و17 دقيقة و9 ثواني ليحصل على ميدالية ذهبية وجائزة $6000 وكأس كبير. وجاء في المركز الثاني على العداء الأولمبي عضو نادي وزارة الدفاع أوغباي سجاي بفارق 7 ثواني وحصل على الميدالية الفضية ومبلغ $4000. والعداء موسيا سيفانوس من نفس النادي ثالثا ب2 و18 دقيقة و11 ثانية وحصل على $2000 والميدالية البرونزية. ويحصل الفائز بماراثون أسمر عواد هابتي للمرة الرابعة على الميدالية الذهبية، وكان قد فاز في شهر فبراير بماراثون الدوحة في قطر والميدالية الذهبية في سباق 10 كيلومتر المنظم بمناسبة الذكرى 33 للاستقلال. شارك في السباق عداؤون من جنوب السودان وكينيا ويوغندا.
وفازت في سباق 10 كيلومتر للسيدات العداء الأولمبية نازلة ولد بقطع المسافة 32 دقيقة و27 ثانية و46 جزءا من الثانية لتحقق أسرع وقت لسباق 10 كيلومتر في أسمر، وحصلت على 15,000 نقطة وميدالية ذهبية وكأس كبير. وجاءت العداءة الأولمبية دولتشي تسفو ثانية بفارق 51 ثانية والميدالية الفضية. وفاز في سباق الكراس المدولبة للمعاقين المتسابقان سبهة كستة وإبراهيم محمد، وحصل على الميدالية الذهبية والكأس. شارك في سباق هذه السنة آلاف المشاهدين من المواطنين. نظم الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط دورة تدريبية في مديرية سرجق ل30 امرأة حول إعداد الغذاء المكمل للأطفال. وأوضحت مسؤولة الاتحاد فرع المديرية السيدة تخا جيتوم أن التدريب هدف إلى إعداد طعام الأطفال من المواد الزراعية الناتجة في الحدائق المنزلية. من جانبها أوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط السيدة إلسا يوهانس أن التدريب قدم بالنساء اللاتي تلقين تدريب المدربات على مستوى البلاد سابقا. وتنظم دورات تدريبية مماثلة في مديريات قال نفحي وأخرية وعداق حموس. وذكرت ممثلة المتدربات في مراسم التخريج في 5 يونيو أهمية التدريب وسيستفدن منه في نشاطهن اليومي. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد قبر هنس ولد قرقيس ومدير مديرية سرجع السيد كفلة مريم قبر مسقل المتدربات لبذل الجهد لإحداث تغيير في محيطهن استفادة من المعرفة المكتسبة. تجري أعمال صيانة طريق جبل عسيرة الواقع على طريق حلحل أسماط بنفير الشعب وقوات الدفاع. وأوضح مدير مديرية حلحل السيد قرماسيان أبرهان النفير مواصلة لأنشطة حماية التربة وحفظ المياه والمجاري التحويلية الجارية، مشيرا إلى مشاركة سكان 4 ضواحي في النفير. وأوضح السكان بأن انجراف الطريق أثر سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد منحوا العمل الاهتمام لحل الإشكالية. اتخذت الإجراءات العقابية ضد المتاجر والمرافق الخدمية المخالفة للقانون وإحراق مواد استهلاكية ضارة بالصحة في مديرية عد قيح ومندفرة. وأوضح مكتب القانون والنظام في مديرية عد قيح أن الإجراءات العقابية ضد 47 متجرا نتيجة أعمال المراقبة والتفتيش التي قام بها بالتعاون مع الشركاء. وذكرت مسؤولة المكتب السيدة جبريلا يتبارخ أن المتاجر المعاقبة ضبطت بحوزتها مواد استهلاكية ضارة بالصحة وعدم وجود قنائن إطفاء الحريق والإسعافات الأولية والتجارة في مواد لا تسمح بها الرخصة التجارية. من ناحية ثانية قام مكتب القانون والنظام في مديرية مندفر بإحراق مواد منتهية الصلاحية. وذكر مسؤول المكتب السيد محمد خيار صالح القيام بأعمال التفتيش 4 مرات في السنة بالتعاون مع الشركاء، وتم تقريم 100 متجر ماليا للمخالفات المرتكبة وإحراق المواد أمام الجهات المختصة. من جانبه أوضح مسؤول الصحة العامة السيد يوسف سبهة القيام بالمراقبة الجادة على المتاجر والمرافق الخدمية، داعيا المستهلك لتوخي الحيطة والحذر من شراء المواد المنتهية الصلاحية. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت السلطات عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عدة هجمات شنتها جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. ووقعت الهجمات في منطقة بيني في إقليم نورث كيفو. وقال مصدر من الصليب الأحمر في كينشاسا إنه تم نقل نحو 60 جثة، بينما جثث أخرى ملقاة على الأرض في مناطق لا تزال غير آمنة. وأعلنت جماعة ولاية أفريقيا الوسطى التابعة لتنظيم داعش عبر قنواتها الدعائية أعلنت مقتل أكثر من 60 مسيحيا. وقال جيرفي إن الهجمات نفذها متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية متمردة
أعلنت الولاء لتنظيم داعش في عام 2019. أعلنت كوريا الجنوبية استئناف بثها الدعائي الموجه إلى كوريا الشمالية ردا على استئناف الأخيرة إطلاق بالونات القمامة إلى جارتها الجنوبية، مما يثير المخاوف من تطور الأمر إلى نزاع مسلح بين البلدين. وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان لها: سننصب مكبرات صوت نحو كوريا الشمالية ونبدأ ببث مواد دعائية، مشيرة إلى أن الشمال يتحمل كامل مسؤولية تصعيد التوتر بين الكوريتين. وعقد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي اجتماعا بعد العثور على مئات البالونات المحملة بالقمامة في العاصمة سول ومناطق قريبة من الحدود. من جهته أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الشمال أطلق نحو 330 بالونا محملة بالقمامة وسقط نحو 80 منها في كوريا الجنوبية. وذكرت هيئة الأركان الجنوبية أن تحليل البالونات يظهر أنها لا تحتوي على مواد خطيرة. أدى ناريندرا مودي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الهند لولاية ثالثة بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المتوقعة، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم. وتعهد مودي الذي كان محاطا بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف بحماية الدستور الهندي. يعد الزعيم البالغ من العمر 73 عاما والذي يتمتع بشعبية كبيرة ثاني رئيس وزراء هندي بعد جواهر لال نهرو يحتفظ بالسلطة لفترة ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات. فشل حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا الذي فاز بأغلبية ساحقة في عامي 2014 و2019 في الحصول على الأغلبية ليحكم بمفرده في الانتخابات الوطنية الأخيرة. مع ذلك فاز ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة مودي بعدد كافي من المقاعد لتشكيل حكومة وهو على رأسها. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال شركة فيرجن جالاكتيك التي أسسها ريتشارد برانسون إنها نقلت 4 سياح إلى حافلة الفضاء وعادوا على متن طائرتها الفضائية في ثاني رحلة لها هذا العام. ونقلت بعثة جالاكتيك 7 ركاب من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا في رحلة استمرت ما يزيد قليلا على الساعة. وقالت شركة السياحة الفضائية إن المهمة أقلعت وعادت إلى مطار سبيس بورت أمريكا في نيو مكسيكو. وكانت شركة فيرجن جالاكتيك الأمريكية للسياحة الفضائية نفذت رحلتها الأخيرة قبل إيقاف عملياتها التجارية لمدة 2 لتطوير فئة جديدة أكثر ربحية من المركبات الفضائية. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته إلى كوريا الجنوبية. تنظيم المهرجان 11 لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية. العداء الإريتري عاود هبت يفوز بماراثون أسمرا. مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في الكونغو الديمقراطية في هجمات إرهابية. سول تستأنف بث مكبرات الصوت الداعية ردا على نفايات كوريا الشمالية. مودي يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الهند لولاية ثالثة. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل ودمتم في أمان الله.